بعد ما تخلص ثالثه ثانوي وبتطلع من ثانوي الجامعه بيتفتح قدامك طريق جديد، وبتختار ازاي هتعيش اخر مرحله دراسيه. بيكون عندك 3 ابواب، باب للدراسه وباب للترفيه وكمان باب للتطوير الذاتي. علشان كده وانت بتختار الكليه بتاعتك لازم تبقى عارف عنها كل حاجه، ايه المميزات ايه العيوب، تقسيمه السنين بتكون عامله ازاي، فرص الشغل بعد كده بتكون عامله ازاي. لازم تبقى عارف كل ده قبل ما تدخل الكليه. انا واحده من الناس كان حلمي من وانا صغيره طب بشري، بعدين لما جيت ادخل الكليه بحثت عن طب بشري وعرفت ايه مميزاتها وايه عيوبها، ولقيت ان الكليه مش هتبقى احسن حاجه بالنسبه لي ومش مناسبه ليا زي ما انا كنت متخيله. ففضلت ادور بقى على باقي الكليات التانيه. بصراحه انا كان نفسي في كليه طبيه، فبحثت عن طب اسنان وعن علاج طبيعي وعن صيدله. فصيدله بصراحه برده ما حبيتهاش، وده بيتكلم على ميولي انا وعلى حبي لحاجات معينه. مش معنى كده ان الكليات دي وحشه، في ناس كتير بتحب الكليات دي وناس كتير بتدخلها. فدورت ما بين طب اسنان وعلاج طبيعي، فلقيت اكتر حاجه مناسبه ليا واكتر حاجه انا حباها هي طب اسنان. علشان كده اخترتها وانا عارفه ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه فرص الشغل بتاعتها وكل حاجه. علشان كده قررت اعمل لكم سلسله عن الكليات وازاي تختاروا الكليه بتاعتك وتعرف هل هي مناسبه ليك ولا لا. هقول لكم ايه عيوب كل كليه، مميزاتها وايه فرص الشغل وايه تقسيمه السنين وايه المواد اللي بندرسها. كل حاجه حرفيا محتاج تعرفها عن الكليه هقولها لكم. بجد الموضوع ده متعب جدا، بجد واخد مني وقت كبير جدا علشان ابحث وادور واعرف كمان عن كليات غير كليتي. بس ان شاء الله هنقدر نكمل السلسله دي. واول كليه هبدا بيها وهي طب اسنان. طبعا دي كليتي حبيبتي فلازم ابدا بيها. اول حاجه اقول لكم بقى زي ما قلت لكم كل حاجه، تقسيمه السنين والمميزات والعيوب وكل حاجه محتاجين تعرفوها عن الكليه. اول حاجه قبل ما تعرفوا ايه مميزات وعيوب الكليه لازم تعرفوا تقسيمه السنين بتكون عامله ازاي في طب اسنان. تقسيمه السنين بتتقسم ل2 نظري و3 عملي. بالتفصيل اكتر 2 اكاديميك اللي هو نظري، واحده بري كلينيكال و2 كلينيكال. سنتين النظري اللي هم الاكاديميك بتاخد فيها مواد اسنان ويعني قشور من مواد بشري. طبعا ما بتاخدش مواد بشري كلها، بناخد حاجات بسيطه من بشري. في سنه اولى بالذات ما بتكونش عارف قوي عن اسنان ومش تعمقت فيها، بتبقى كل حاجه نظري وكلها حاجات جنرال شويه. ايه المواد اللي احنا بناخدها في اولى وثانيه اللي هي النظري؟ طبعا دي بتختلف من كليه للثانيه، يعني طب اسنان الزقازيق غير طب اسنان المنصوره غير طب اسنان اسكندريه. بس الاختلاف ما بيكونش شاسع، يعني بيكون اختلاف حاجات بسيطه. هم بياخدوا مواد زياده عننا شويه، احنا مثلا ممكن ناخد مواد في اولى اقل شويه وفي ثانيه يزودوا علينا، هم ممكن ياخدوا مواد اكتر في اولى عشان يظبطوا الثانيه. هي مش ثابته يعني. ايه المواد اللي احنا ممكن ناخدها في اولى؟ اناتومي، هيستولوجي، فيسيولوجي، بايوكيمستري، بيولوجي، فيزيكس وكيمستري. وفي مواد بقى ما بتضافش زي الكواليتي والمانجمنت، هي مش مانجمنت اسمها مانجمنت هيلث كير حاجه زي كده يعني، بس انا مش فاكراها كلها عشان دي خدناها في الترم الاول مش فاكره. وفيرست ايدز. ده التوتال يعني اللي احنا بناخده في اولى. في بقى ناس بتاخد في سنه اولى مثلا في كليات ثانيه ياخدوا مثلا جنرال باثولوجي. ايه تفصيله المواد دي؟ الاناتومي دي اللي هي علم التشريح، يعني تشريح الجسم. طبعا في بشري بياخدوا تشريح الجسم كامل بكل حاجه. انت بتبدا تاخد جزء جنرال حاجات بسيطه جدا اللي هو بقى ايه الحركات، يعني تفاصيل بسيطه كده مش صعبه خالص. الجنرال بتاع الاناتومي مش صعب. بعد كده بقى بنبدا ندخل في اناتومي هيد اند نيك، الراس والرقبه، علشان ده التخصص بتاعنا في طب اسنان اللي هو يعني اكتر حاجه مهمه بالنسبه لنا الهيد اند نيك. فدي الحاجه اللي احنا بناخدها في الاناتومي وبنتعمق فيها. في سنه ثانيه بناخد دنتيشن، فارماكولوجي، مايكروبيولوجي، ماتيريال، جنرال باثولوجي، وبتختلف برضه زي ما قلت لكم من كليه للثانيه. الدنتيشن ده اللي هو زي اناتومي السنان كده، يعني هو شكل السن عامل ازاي وكده. ماتيريال مثلا ايه هي المواد اللي احنا بنستخدمها باسنان وكده، وبنعرف عنها تفاصيل كتير. فهمتوا بقى الفكره؟ يعني هي دي الفكره. طبعا انتوا دلوقتي فكره ان انتوا تعرفوا ايه المواد وايه تفاصيل المواد مش حاجه مهمه قوي بالنسبه لكم دلوقتي، بس هي الفكره ان احنا زي ما قلنا بناخد مقتطفات من بشري، حاجات سطحيه جدا من بشري ومواد اسنان بتاعتنا. ده في اولى وثانيه. بعدين في سنه ثالثه بقى بتبدا بري كلينيكال، بتتعامل مع اسنان اكستراكتد، اسنان مش في بق عيان، يعني مش انسان حقيقي، تشتغل في اسنان صناعيه تبدا بقى تجرب فيها. بعدين سنه رابعه وخمسه اللي هم الكلينيكال بقى بتتعامل فيها مع مريض حقيقي بيجي لك العيادات في الكليه وبتشتغل عليه وبتتدرب عليه. ده جنب المواد النظري، يعني انت بيكون عندك مواد نظري ومواد عملي. طبعا اخر سنه وهي سنه امتياز، دي بقى ما بيكونش فيها امتحانات، انت بس بتشتغل فيها. بقى هندخل في المميزات والعيوب. ايه مميزات طب اسنان وايه عيوب طب اسنان؟ اول حاجه في المميزات وهي طب اسنان بتديك مساحه ان انت تتطور من نفسك جنب الدراسه وتشتغل. لو انت عايز تبدا مثلا شغل لوحدك، انت مثلا بتعمل اي حاجه جنب الدراسه، حرفيا هي بتديك المساحه دي. وانا في اولى بجد لاحظت الموضوع ده جدا جدا، يعني ما كنتش حاسه بضغط في الدراسه. فعلا بتديك وقت ان انت تقدر تعمل اي حاجه ثانيه غير الدراسه، على عكس مثلا طب بشري بتكون اغلبها دراسه وبيكون محتاج ان انت تفضي وقتك كله للدراسه. طبعا كل الحاجات دي هنعرفها لما نتكلم عن طب بشري ان شاء الله. فانت في سنه اولى وثانيه وثالثه شويه بيبقى عندك وقت حلو جدا ان
انت تعمل اي حاجه جنب الدراسه. بتبدا بقى من سنه رابعه الموضوع بيصعب شويه علشان بتبقى في نظري بقى وعملي، تبدا بقى انت تتعامل مع مريض وكده، فالموضوع بايه وقتك بيضيق شويه، بس ستيل عندك المساحه ان انت تطور من نفسك جنب الدراسه وتعمل اي حاجه تانية انت عايزها. تاني ميزه وهي دي السبب فعلا ان انا اخش طب اسنان، وهي ان الشغل العملي اكتر من النظري. اسنان على عكس طب بشري مثلا، اسنان فيها عملي ونظري، الدراسه اغلبها عملي ونظري، كل ما بتقدم في السنين اكتر كل ما شغل العملي بيكتر، على عكس مثلا طب بشري بتكون نظريه اكتر ما هي عملي. تالت حاجه وانت داخل بتبقى عارف انت هتبقى دكتور ايه بعد كده، تبقى عارف انت هتتخرج ايه، على عكس مثلا طب بشري ان انت بتكون داخل مش عارف انت هتتخصص في ايه، نسا وتوليد ولا عيون ولا انف واذن وحنجره. انت بتبقى داخل طب اسنان عارف ان انت تتخرج تبقى طبيب اسنان. دي برده ميزه من المميزات، انت بتبقى عارف ومحدد ايه التخصص اللي انت هتشتغل فيه. رابع حاجه وهي ان انت بتقدر تفتح عياده على طول بعد ما بتتخرج، على عكس برده طب بشري. طب بشري لازم تعمل ماجستير عشان تقدر تفتح عياده، لكن في طب اسنان اول ما بتتخرج على طول بتبقى عندك القدره ان انت تفتح عياده. خامس حاجه وهي ان هي حاجه انسانيه، انت لما يجي لك مريض وتخفف عنه الوجع، لو حد مثلا جاله وجع في اسنانه بجد بتبقى الموضوع صعب جدا وحاجه مؤلمه جدا، فانت لما بيجي لك مريض بيتألم بطريقه فظيعه وانت بتخفف عنه الالم ده وبتريحه، حاجه حلوه جدا وبتديك احساس بالسعاده. سادس حاجه ان هي بتساعدك كشخص ان انت تتعامل مع ناس كتير في سن صغير طول سنين الدراسه لما بتشتغل. ليه بقى؟ لان انت بتتعامل مع مرضى وبيجي لك حالات وبتعالجها، فدي حاجه بتطور من شخصيتك، وانت بتتعامل مع مريض بتتعامل مع ناس كتير، فدي حاجه كويسه جدا بتطور من شخصيتك وبتخليك بجد فخور بنفسك. الحاجه اللي بعد كده وهي الناس اللي بتحب الهاند ميد والشغل بالايد بجد هيحبوا الكليه جدا جدا. انت حتى قبل ما تبدا تتعامل مع مريض حاجات بنعملها بالواكس، مثلا بنجيب نايف ونسخنها ونسيح الشمع علشان نطلع شكل السنه، وبعدين تبدا في سنه ثالثه تتعامل مع اسنان صناعيه، وبعدين في سنه رابعه بتتعامل مع مريض حقيقي بيجي لك كده انسان بتتعامل معاه، تشتغل عليه على حسب الكليه طالبه منك ايه، او على حسب ايه الحاجه اللي في الكليه يعني مطلوبه علشان تشتغل. الحاجه بقى اللي بعد كده وهي ان اسنان فيها 9 تخصصات، زي التقويم والحشو العصب والحشو العادي وجراحه الوجه والفكين، ودي حاجات مربحه جدا، والتقويم والحاجات دي بجد دي حاجات مربحه جدا. فاسنان فيها تخصصات كتير. التخصصات الكتير دي بتقدر تتخصصها ازاي؟ بعد ما تخلص بقى تقدر تعمل ماجستير وتتخصص في الحاجه اللي انت عايزها. مثلا انت عايز تبقى دكتور تقويم فبتعمل ماجستير في التقويم علشان تقدر تكتب على العياده بتاعتك ان انت متخصص في التقويم. بعد كده هندخل في العيوب. اول عيب في كليه طب اسنان بجد وهو ان مصاريفها كتير كتير كتير، يعني اخر ابديت في المصاريف ده اللي انا كمان كنت ببحث عشان اعرفه لنفسي، يعني في سنه تانية مثلا الوكس والحاجات دي بجد مش غاليه قوي، يعني مش بتكمل 300 جنيه. بتبدا تدخل من سنه ثالثه بتبدا بقى حرفيا ايه تتفحت في المصاريف. يعني مثلا سنه ثالثه السنه دي البوكس بتاعهم اللي بيجيبوه متكلف 11000 جنيه، عشان في مايكرو موتور بتشتروه وده بيكون سعره مثلا 6000 جنيه، وباقي الحاجات التانية المطلوبه بتكون مثلا سعرها 6000 جنيه، فبتتكلف لك مثلا في سنه ثالثه 11000 جنيه. في سنه رابعه تقريبا صرفوا 7000. في سنه خمسه بقى حرفيا يعني انا سالت واحده بتقول لي ان هي صرفت في السنه حوالي من 20 ل 25000. فهي مصاريفها كتير، انت في ادوات كتير بتشتريها على حسابك، طول ما انت بتشتغل بتشتري مواد على حسابك، فطب اسنان مصاريفها كتير يعني. تاني عيب وهو ان الاعداد زادت جدا جدا، ففرصه الشغل بقت اصعب، وبتحتاج ان انت تشتغل على نفسك كتير جدا عشان تقدر تتميز، عشان يبقى ليك فرصه كويسه في الشغل. على عكس مثلا طب بشري التخصصات فيها كتير كتير كتير، يعني في نسا وتوليد زي ما قلت لكم، في عيون، في انف واذن وحنجره، في جراحه، في تخصصات كتير قوي في بشري، على عكس اسنان مثلا، فهم دايما مطلوبين اكتر مننا. فرص الشغل بقى زي ما قلت لكم بعد ما بتتخرج على طول بتقدر ان انت تفتح عياده، علشان بقى تتخصص في حاجه معينه لازم تاخد ماجستير، على عكس طب بشري بتبقى بعد ال7 سنين، بعد ما تخلص 7 سنين ما تقدرش تفتح عياده الا لما تاخد ماجستير. ده كده اللي هو ايه، ده البيز يعني، لازم عشان اصلا تفتح عياده وتبتدي حياتك لازم تكون واخد ماجستير. بعد ما تتخرج بيبقى اسمك طبيب جنرال، بتكون مهيئ ان انت تشتغل حالات بس مش كل الحالات. ممكن بقى بتبقى تجيب مثلا دكتور معاك، دكتور مثلا معاك اكبر منك شويه علشان يكمل الحاجات اللي ناقصاك على ما تتعلم وتاخد ماجستير وتاخد الكورسات بتاعتك اللي انت محتاج. الحاجات بقى اللي انت شفتها لما دخلت الكليه ان في حاجات كتير ما بنتعلمهاش في الكليه، فبنضطر ناخد في الحاجات دي اول حاجه ماجستير عشان نعمل بيز كده، وبعد كده بتاخد كورسات بقى عشان تنمي منها. مثلا الحاجات اللي انت بتحتاج تاخد فيها كورسات عشان تطور من نفسك، عشان تتعلم تكنيكس معينه تزود من شغلك ومهاراتك، زي مثلا خلع الاسنان امباكتد باقل ضرر ممكن، الاورثودونتيك سيرجري اللي هو التقويم الجراحي، ازاي تستخدم الاكسوكيت في الانترا اورال سكيننج. حاجات كتير بتحتاج ان انت تتعلم لها كورسات يعني عشان تبقى عارف كل حاجه، ودي حاجه ما كنتش اعرفها قبل ما ادخل الكليه بصراحه، عرفتها لما دخلت. وفي حاجات كتير بقى بتختلف من كليه للتانيه، يعني في حاجات بيهتموا بيها في الكليه وبيعلموها لكم في كليات معينه، وفي كليات لا، بتختلف من جامعه للتانيه مش من كليه للتانيه. يعني
من جامعه للتانيه. يعني مثلا جامعه الزقازيق غير جامعه المنصوره، جامعه اسكندريه كده، يعني بتختلف من جامعه للتانيه. بس كده بتهيألي هي دي كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن طب اسنان. وانا بالنسبه لي حتى بعد ما عرفت كل الحاجات دي مميزات وعيوب، بجد دي اكتر حاجه مناسبه ليا. ولو رجعت تاني هختار طب اسنان، علشان انا حبيتها، انا حبيت الفكره كده ومتخيله نفسي دكتوره اسنان يعني. فانتوا دلوقتي عرفتوا كليه طب اسنان وعرفتوا تقريبا كل حاجه عنها. لو حابين تسالوا في اي حاجه اسالوني في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم، وبجد هرد على اغلب اسئلتكم علشان ما تدخلوش وتتصدموا، يعني تبقوا عارفين كل حاجه. ولو عجبتكم السلسله قولوا لي اكمل فيها ولا لا، وايه الكليه اللي انتوا حابين نتكلم عنها المره الجايه. بنسبه كبيره هتكون طب بشري يعني ان شاء الله، وبعدين علاج طبيعي، وبعدين صيدله. انا اخويا في علاج طبيعي، فاحتمال اقنعه ان هو يطلع يتكلم هو عن الكليه اكتر، علشان هيكون غيري. لو ما اقتنعش انا هعرف منه كل حاجه، وهنعرف برضو من ناس تانية، وهنبحث ونعمل سيرش وندور على كل حاجه عشان تبقوا عارفين كل حاجه عن الكليه. زي ما قلت لكم، لو حابين تسالوا في اي حاجه اسالوني في الكومنتس. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. ولو اول مره تشوفوني، انا منى البلتاجي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل اشعار بكل فيديو جديد بنزله. وبس كده، باي باي.